اهلا بيكم مره تانية في النور. انضم الينا سياده المستشار كمال الاسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري. الحمد لله على السلامه سياده المستشار. الله يسلمك. هي فعلا الحمد لله على السلامه. المرور برضه؟ لا، هو الامن ما قالوا اتحسن بنسبه 70%. الامن ولا المرور؟ ما هو المرور جزء من الامن. طيب يبقى بس بناخد في المشوار دلوقتي يعني 3 ساعات 4، يعني ما همش طيب. 6، فده التحسن. الحمد لله على السلامه. فاحنا بقينا 3 ساعات في السكه. طبعا ما زال بيشرفني دكتور عماد الفقي والاستاذ محمود قنديل الافاضل. انا بس عايز ابتدي مع سياده المستشار لانه اتانا بقنبله. سياده النائب العام رافض الاقاله ولم يقدم استقالته، والخبر نشر في اليوم السابع وقال انه ساستمر في مباشره عملي من مكتبي. سياده المستشار مع التفاصيل، اتفضل. احنا طبعا بلغنا انه تعين سفير، ده اول حاجه. تعيين ده يعني ده الترتيب التاريخي. قرار بتعيين المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سفيرا في الفاتيكان. كويس. بعديها بلغنا ما تواتر وما تناقلته الدوائر الالكترونيه انه اعلن انه لم يستقيل وانه باقي في وانه ما يعرفش في الاول. يعني في الاول قالوا ان هو ما يعرفش. وبعد كده رد مستشار القانوني لرئيس الجمهوريه وقال، ده دكتور عماد اللي بيقول انه سمع ده في اتفضل يا دكتور. على قناه الحياه قبل ما اجي مباشره. قناه الحياه في اتصال هاتفي الرئيس بالظبط كده. قال ايه بقى؟ وقال انه استقال وتم تعيينه سفيرا للفاتيكان. يعني في ورقه فيها استقاله النائب العام. اصل ده مستشار الرئيس القانوني، يعني المفروض هو اللي ساهم في صياغه القرار وهو اللي رتب الاجراءات، يعني في مكاتبه رسميه بالظبط. راجل استقاله بمحضر. تمام، اتفضل سياده المستشار. كويس. انا سئلت في احدى القنوات دلوقتي في مداخله تليفونيه عن الراي في الموقف. وقلت انه اصغر عضو نيابه واحدث عضو نيابه لا يجوز عزله، وتحديدا لا يجوز رئيس الجمهوريه لو اعلى قمه تنفيذيه انه يعزل احدث عضو نيابه او احدث عضو في هيئه قضائيه. تمام. لانه عدم قابليه الاعضاء الهيئات القضائيه للعزل ليست ضمانه لاشخاصهم، وانما ضمانه للمتقاضين من الا يعصف بهم فياتي بغيرهم. طبعا. اي جهاز على شاكله معينه، على توجه معين يقتص ممن يريد الحاكم ان يقتص منه، ويغض الطرف عمن يريد الحاكم ان يغض الطرف عنه. فتنزيها للحاكم وتنزيها الجهات القضائيه ان ينزلق القضاء في هذا في عدم قابليه الاعضاء للعزل. من باب اولى على راس هذا النائب العام انه غير قابل للعزل. واذا كان المستشار عبد المجيد محمود قد اعلن من مكتبه كما يتواتر والاخبار بتجيلنا انه باقي في منصبه وانه لم يستقيل، وعلى الجانب الاخر يطير الينا انه استقال، فهل في استقاله مزوره قدمت واحنا مش عارفينها؟ يبقى بنطالب بالتحقيق فيها. لا نشوفها الاستقاله. ما يمكن أصلاً حد زور بقى على المستشار عبد المجيد محمود استقاله يعني وقبلت كده حتى بدون مراجعه الرجل في الامر. فاذا كان في استقاله بقى نشوفها ويجرى فيها تحقيق بالتزوير. اذا ما كانش استقال من هنا بحييه، ويجب ان نقف معه، لاننا حين نقف معه لا نقف مع اشخاص ضد اشخاص، وانما نقف ضد قرارات متجاوزه للشرعيه وللاختصاص مع من تم التجاوز على شرعيتهم. لان النهارده لو الامور تمت كده يبقى خلاص بكره الصبح رئيس النقض دايره عنده حكمت بحكم مش على الكيف نشيله، واحد تاني ما دخليش واحد عايز ادخله السجن نشيله. وبعدين هل هذا الموضوع يرتبط يعني بيجي النهارده ربطا بحكم البراءه بتاع قضيه الجمل؟ النيابه ما حققتهاش، ده كان تحقيق قاضي التحقيق. وحتى لو النيابه حققتها، النيابه مش مغسل وضامن جنه، بتحقق وتوازن الامر من وجهه نظرها وتحيل للقضاء والقضاء يقول كلمته. والا كل احاله من النيابه العامه القضيه بالمعيار ده يبقى لازم تاخد ادانه. احنا كنا طول عمرنا واحنا صغيرين نشوف الافلام الابيض واسود نحس ان ممثل النيابه ده عايز يودي المواطنين في داهيه يعني، واني اطالب بتحقيق اقصى العقوبات. يبقى المحكمه كانت هي اللي بتهدي بقى يبقى في ظل هذا ان اي قضيه تروح المحكمه بقى يبقى تاخد هو النيابه مش شغلتش في القضيه دي. طيب. يبقى ربطا بايه؟ ربطا باحاله لمن اتهموا
بالتعدي على الدستوريه السب سب المحكمه الدستوريه تم احالتهم محامي الاخوان. فده يعني يتعاقب بقى النائب العام على كده؟ ما زي ما عايزين يصيروا القرار في مسار انه هو المتسبب في براءة امس بالتحقيقات اللي ملوش ذنب فيها واللي ما حققتهاش النيابه، وحتى ولو حققتها لا معقب فيها. ولا طب ما في جانب اخر هيربط اللي حصل بان هو احال وكان شجاع واحال بعض اعضاء الاخوان من الذين اتهموا بالتعدي بالسب على المحكمه الدستوريه العليا. هو النائب العام لما يحيل هنا ناس يرى فيهم جرم او يرى فيهم اتهام، بلاش انهم متهمين بارتكاب فعله، نعاقبه ونشيله؟ طب ما حدش يا اخوانا بقى في مصر ينطق. بكره نستورد بلاستر نحطه على بقنا ونتكمم ونسكت، واللي في سلطه ما يباشرهاش. اذا كان السيد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اعلن انه باقي في منصبه كما توارد الينا، يجب علينا جميعا ان نعضد الرجل، ليس لشخص الدكتور عبد المجيد محمود، وليس ان احنا بنبغض الدكتور مرسي رئيس الجمهورية، ولا انما بنقول قرارك يا دكتور. ارجو تاني، وانا قلتها بعد قبل كده في قراره لما اعاد مجلس الشعب وكنت على الهواء في احدى الفضائيات، قلت له قرار باطل ومستشارينك، هو راجل استاذ في الهندسه ورئيس الجمهوريه حتى ولو كان استاذ في القانون مش مطلوب منه انه يعمل كل حاجه. طب استاذنك حواليه مستشارين ربع ثانيه، فقلت له ان قرارك ده باطل ويجب ان انت تنتقي مستشارين يتوائموا مع مقام رئيس الجمهوريه، لانه واضح انه هيتورط مؤسسه الرئاسه في قصص كثيره جدا تضع الرئيس في صدام مع مؤسسات ليس في صالح المؤسسات وليس في صالح. هو طبعا يعني معالي المستشار، يعني الكلام اللي بيقوله اذا كن الهيئه القضائيه بكاملها تقف وراء النائب العام، اذا كان هذا هو حقيقه الموقف، يعني فانه ده حفاظا على هيبه المنصب وحفاظا على هيبه القضاء ككل، مش بس على منصب واحد. مش الهيئه القضائيه، ده مصر تقف مع الشرعيه. صحيح. شرعيه ايه؟ ان كل واحد سلطه يا جماعه. رئيس الجمهوريه على دماغنا من فوق رئيس السلطه التنفيذيه. هنالك السلطة تشريعية، هنالك سلطة قضائية، والمبادئ الدستورية بتنظم الاختصاصات والعلاقات المتوازنة بين السلطات بحيث لا تتغول سلطة على أخرى بغير موجبات أو شرائط نصت عليها المبادئ الدستورية والقوانين. طيب أستاذ محمود، يعني باعتبار حضرتك خبير في قوانين حقوق الإنسان، يعني أنا عايز أسأل حضرتك إلى متى تستمر أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسة الرئاسة؟ لأنه كتير من القرارات بيتم تفسيرها على هذه الأرضية بصراحة. هو طبعا يعني في إشكالية. وماذا يحدث في الدول الأخرى؟ يعني هو طبعا يعني هل كل ما حد بينتخب حد لرئاسة جمهورية أو كده بيبقى دي ثقة شخصية، ولا بيبقى فيه سيستم عام يسمح بأنه لا يسمح بأنه حد فكرة يعني الثقة في المؤسسات أو عدم الثقة فيها دي مسألة أخلاقية، لكن اللي بيضبط الامور في الدوله هو سياده القانون. يعني دوله القانون هي اللي بتعزز ثقه المواطنين يعني فيها بشكل اساسي. ازمه المستشار عبد المجيد محمود او الازمات القضائيه السابقه عليها ده بتؤكد ان اهتزاز ثقه المواطن في نظام العداله في مصر. نظام العداله في مصر في خطر، لان في اهتزاز ثقه يعني المواطن بشكل اساسي في نظام العداله برمته بالكامل على بعض. جزء منه يعني في براءة الضباط او براءة بعض المتهمين في بعض القضايا وغيره وغيره، ولكن نظام العدالة نفسه يعني في خطر نتيجة عدم الثقة فيه، نتيجة عدم اعمال يعني قواعد سيادة القانون، نتيجة عدم استقلال الكامل للقضاء، نتيجة شعور الناس انه القضاء محطوط عشان يشعروا بالاطمئنان. يعني العقيدة البسيطة بتاعت المواطن العادي يجب أن تقترب بشيء ما مع نتائج التحقيقات والقضاء. هذا لا يصل للمواطن يعني العادي أو المواطن الطبيعي هذه الطمأنينة أو هذه الثقة لا تصل فيه، فده بيؤدي أن العدالة في مصر في خطر. وعلى القائمين على حكم يعني البلاد يعني إعادة النظر في المنظومة بالكامل وإعادة ترتيب الأوراق، وأول حاجة فيها
هذا الجزء، تأكيد على استقلال القضاء، تأكيد على حيادة ونزاهة وكفاءة ومهنية النيابة العامة، وعليها أن تتحلى بالإرادة والقدرة في التحقيقات. هذه هي الضمانات اللي تكفل حياد ونزاهة النيابة العامة، وهذه الضمانات التي تكفل سيادة القانون والتي تؤدي إلى استقلال القضاء. طيب دكتور عماد، دلوقتي يعني طبعا المواقف متتالية من الهجوم على المحكمة الدستورية العليا، ومحاولة في إحدى جلسات مجلس الشعب الحديث عن إن هي ملهاش لازمة، ومن بعد كده اقتراحات بتذويب الهيئات القضائية وإن كلها تبقى واحدة، وإن الدستورية ملهاش لازمة وكفاية واحد من كل دايرة يبقى تبع الدستورية. ويعني ترجع زي 68 التوترات ديت اللي بتهدد زي ما قال الأستاذ محمود النظام العدل في مصر. هل يستطيع الدستور ان هو يضبط هذه وكمان اضراب العاملين في النيابه هيئه قضاء الدوله والنيابه الاداريه، يعني الاضراب وعدم الدستور النص عليهم ما فيهوش اللي جبناه على النت اللي قالوا عليه امبارح، ما فيهوش الفصل بتاع السلطه التشريعيه. لا موجود. طيب دكتور عماد لو سمحت اعرف راي حضرتك. هو انا وجهه نظري اني موجود على الباب. وجهه نظري ان ما يحدث في الدستور المصري الجديد، الجمعيه التاسيسيه بتمارس نوع من انواع العبث الدستوري، ودوت كل هذه المثالب بيعالجها النص تفصيلا في الدستور على السلطة القضائية، بمعنى ألا نسير على نفس الاسلوب او الطريقة اللي كان متبعها دستور 71 اللي هو بيحيل دائما الى القانون في امور كثيرة تتعلق بالسلطة القضائية، وبالتالي السلطة التشريعية بيكون لها ولاية في تقييد او سحب او اختيار، او تدي الرئيس الجمهورية سلطة اختيار السلطة التشريعية وتعبث كثيرا وتتدخل في شؤون القضاء وتعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة في هذا الشأن. يعني حضرتك تقصد انه النصوص المقدسة الاولى في الدستور التي تنص على الحرية وعلى كانت تناقض بقوانين ومذكرات لتفسير القوانين، تحال الى قوانين. لانه لا يمكن الحديث اطلاقا عن الحقوق والحريات وصيانتها وحمايتها الا في ظل قضاء مستقل. فالقضاء المستقل هو الذي يحمي الحقوق والحريات من العبث، وهو الذي يعطي للناس حقوقها. وبالتالي هناك ضرورة ملحة أن يفرض باب تفصيلي عن السلطة القضائية بيضمن استقلال السلطة القضائية، وبيضمن تعيين القضاة وإقالتهم وحمايتهم من المساءلة، ويحظر تماما التدخل في شؤون القضاء من أي جهة أو من أي سلطة تنفيذية. حتى النائب العام لابد أن ينص على استقلاله، مش رئيس الجمهورية كما هو معمول أن يختار النائب العام. نحن نريد استقلالا كاملا للسلطة القضائية بكافة شعبها. يعني المجلس الأعلى للقضاء اللي يختاره ولا مين؟ رئيس الجمهورية طبقا لا اقتراح حضرتك في الدستور الجديد. الجمعية العمومية، الجمعية العمومية لمحكمة النقد، محكمة النقد يختار من بينها. اشمعنى يختار من بينها؟ لأن الجمعية العمومية لمحكمة النقد بتضم قضاة لهم خبرة، وأيضا أن رئيس المحكمة هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم الاختيار ويتم انتخابه منها. وبالتالي نغل يد رئيس الجمهورية أيا كان سواء محمد مرسي أو غيره عن أن يختار نائبا عاما موالي له بقصد التنكيل واستخدامه في التنكيل بخصومه والرأفة بمن يريد. يعني ما حدث اليوم وما قيل أن النائب العام قرر أنه باق في منصبه معناه تدخل من الرئاسة مباشرة في عمل النائب العام وفي عمل القضاء، يشبه ولا يختلف عن تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، لا يختلف. ولا بد أن يفتح في هذا الموضوع تحقيق. نحن لا نريد أن لا أحد أن يتدخل ويعبث بشؤون القضاء. نشوف المستشار عبد المعز التحقيق معاه أصفر عن إيه، والأدلة اللي يقدم بها للمحاكمة هو ومن سمح بتهريب الأجانب، ونشوف أيضا من أصدر قرارا بتعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان ويتم التحقيق معه. وعلى السلطة القضائية أن تدافع عن استقلالها في ظل ثورة 25 يناير، ولا تقبل ولا تهن ولا تضعف وتسمح بمثل هذا التدخل. وعلى الشعب أيضا أن يضمن استقلال السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية دي ضمانة أساسية
للحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم. معالي المستشار، عايز اسال حضرتك، هو ببساطه كده لو حبينا نفسر المواطن البسيط اللي بيتفرج علينا، يعني ايه ليه سموها نيابه؟ ليه سموه نائب عام؟ هل لانه ينوب عن المجتمع في حق احاله ده للقضاء او عدم احاله ده، ولا ايه بالظبط؟ هو هرد على الحته دي، بس في حته تانية انا كنت عايز اتكلم فيها، قراءه سياسيه للي بيحصل ده كله، لكن انا هرد على الحته دي الاول. هي كمان زمان كان اسمها النيابه العموميه، باعتبارها هي الامينه على الدعوه العموميه. ايوه. النائب العام ووكلاؤه، وكلاؤه يعني من عند النائب العام مساعد ونازل، مش معناه وكيل نيابه وبس. كل دول المحامي العام كل دول ينوبوا عن النائب العام بمسميات. نائب عام مساعد، ومحامي عام اول، ومحامي عام، ورئيس نيابه، ووكيل اول، ووكيل نيابه، وهكذا. بينوب عن المجتمع كخصم شريف بيحقق الدعوة الجنائية، وإذا رأت النيابة الإحالة إلى المحكمة بيمثل في المحكمة كسلطة اتهام، هو خصم شريف في النهاية. يعني حتى بعد ما يحيل لو وجد أدلة براءة تبرئ المتهم يقدمها للمحكمة. طبعا. هو دي النزاهة. لكن هو يحيل من ذاته كسلطة بقى، كل الجهاز اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، ولا لابد أن يقدم إليه بلاغ لكي يحيل المتهمين في البلاغ أو المبلغ ضدهم؟ هو لابد، هو يعني في فرق بين ضبط الأدلة وتحقيق الأدلة. ضبط الأدلة ده منوط به للداخلية، المخابرات، أمن الدولة، حسب أنواع القضايا. بتقدمها للنيابة. النيابة ما تجمع لديها من أدلة بتحققه، وربما هي تستحصل على أدلة من خلال التحقيقات. يعني ايه تحققه؟ يعني لها أن تستجوب حتى تصل إلى أن هذه الأدلة حقيقية أو لا، أو فاسدة. تمام. وبعدين بتبدأ في الآخر، آخر ما تخلص استحقاقاتها وتستكمل جوانب القضية، تعمل عملية موازنة لما مع وضد المتهم. فالرجحان ده النيابة لما يعني 51% تحيل، حتى لو مش الأدلة 100%، ده عشان الاتهام تروح حايلة. وبالتالي فالمحكمة مش بتاخد الأمر على علته، بتحقق، بتسمع دفاع، بتسمع دفوع، بتشوف كل حرية كاملة القضية من كافة جوانبها، ويكفيها ألا تطمئن لما قدم إليها من أدلة، لأن القضاء الجنائي قضاء ضمير ووجدان، اطمئن وجدانه أو ما اطمئنش للدليل. صحيح. لأن الدليل الذي يؤخذ به في مقام الإدانة لابد أن يكون دليلا صافيا منقى من شوائب المآخذ. أما في مقام البراءة فيكفيني أن أتشكك في الدليل كي أقضي بالبراءة. من هنا جاءت تسمية أنه ينوب عن المجتمع في تحقيق الدعوة الجنائية، وفي تحريكها، وفي تمثيل الاتهام باسم المجتمع أمام المحكمة. طيب، القراءة السياسية اللي أنا عايز أقولها، أنا من أول قرارات إعادة مجلس الشعب وهكذا، أنا شايف أن الدكتور مرسي كلما يأتي بمواقف لكي يقترب من جموع الناس فيكون رئيسا لكل الناس، لكل المصريين، انا شايف ان في حد حواليه مش عاجبه الاتجاه ده، بيطيب له اتخاذ قرارات معينة تروح بعدها مرة اخرى عن الناس، او تحدث صدام بينه وبين السلطات. انا شايف ان في حاجة يعني حوالين الدوائر المحيطة بتلعب في هذا الاتجاه. النظام السابق الذي ادى الى قيام الثورة عليه هم اعضاء النظام السابق، هم رجال النظام السابق، هم الدوائر المحيطة بالنظام السابق. حتى انا كنت بكتب مقال بقول هناك محاولة قلب نظام حكم من داخل النظام يا نظام، ده في عصر مبارك. في 2008 و2007 و2009 مقالات كنت بكتبها بهذا الشأن. فلولا الفساد الرهيب اللي كان بيحيط في الفترة ما كانتش 25 يناير قامت. بشكرك سيادة المستشار. يعني خلوني اعترف انه لأول مرة في هذا البرنامج يكون في فقرة يعني مفرد لها
حوار الحلقة بكاملها ولم نستطع أن نقترب منها، ولكني سعيد جدا لأن ما تناقشنا احنا فيه جايبين المسود بتاع يسبق الدستور. المناقشة في المسود. مسود. يعني احنا طبعا ملتزمين بوقتنا علشان هو بس انا في كلمه في القصه دي في ثانيه في واحدة؟ الدستور، لا في واحدة؟ ثانيه طب في ثانيه. اتفضل. نحن طالبنا بأن يكون النظام برلماسي أو رئاسي برلماني مختلط لعلل كثيرة. مشروع الدستور ده هو نظام برلماني مقنع. طيب مقنع. طيب احنا طبعا يعني ايه عشان نفهم الحاجات ديت هناخد وقت، ونوعدكم ان احنا هنتكلم عن مسودة رئيس الوزراء الدستور احسن من 100 رئيس جمهورية في الدستور ده. هنتكلم عن مسودة الدستور بالتفصيل، وطبعا اهم ما يعني يهمنا ويهم حضراتكم هو باب الحقوق والحريات، وهو ده اللي هنسارع بمناقشته ان شاء الله في اقرب فرصة. انا بشكر جدا جدا وجود استاذ محمود أنديل المحامي بالنقد وخبير قوانين حقوق الانسان. بشكرك يا فندم، شرفتنا. بشكر جدا دكتور عماد الفقي استاذ القانون ومستشار المنظمه العربيه لحقوق الانسان، شرفتنا. بشكر جدا معالي المستشار كمال اسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري، شرفتنا يا فندم. بشكر حضراتكم جدا. عندي كميه كبيره من رسائلكم بس ما اعتقدش ان في وقت، فمعلش خلينا نحيل الرسائل الى الحلقه القادمه بالفقره شتمتنا ولا لسه بالفقره كلها. لا لسه. شكرا جزيلا لحضراتكم، ان شاء الله نشوفكم يوم الاحد حلقه جديده من برنامجكم في نور. صباح على خير. في النور الحقيقة تبان. انتوا من السي تي في؟ اه.